سلام الأصدقاء والصديقات. اليوم غادي نوريكم واحد الوصفة اللي زوينة بزاف وكتصلح في هذا فصل الشتاء. هي بديل الكسكسو، كتكون غير بالروز وبالاعشاب. So let's go. وبالنسبه للمقادير كنديروا 2 معالق كبار ديال مطيشه ديال الحك، وكنديروا 3 ديال الفلفلات حمر، وزلافه ديال الحمص، كيلو الا ربع ديال الرز كلاصي. خصكم ترطبوه تقريبا ساعه ونص في الماء. ومن بعد كنديروا معدنوس والبقوله والسلك. ومن بعد كنديروا 2 بصلات، وكنديروا الثومه، وكنديروا صدر ديال الدجاج. وبالنسبه للعطريه كنديروا الكمون وسودانيه والتحميره والخرقوم والملحه. وخلاص كنديروا الزيتون مقطع، يعني ديروا هكا زلافه صغيره ولا زلافه كبيره. وبالنسبه للطريقه ديال التحضير كنخلطوا جميع المكونات، وكنقطعوا البصله رقيقه، وحتى الفلفله كنقطعوها على شكل دوائر ولا حتى هي مربعات، وكنخلطوا جميع هاد المكونات بزيت المائده. من بعد فاش كنخلطوا هاد المكونات كنديروهم في الكسكاس وكنخليهم يتفوروا حتى كيطيبوا في خطره، حتى كنحسوا بهم صافي راهم طابوا، عاد كنحيدوه.